بتدور أحداث الفيلم عن حادث تحطم طائرة بينتج عنه إن بيلاقي مدير نفسه هو وواحدة من شغالين عنده موجودين في جزيرة لوحدهم علشان يبدأ صراع البقاء على قيد الحياة ومحاولة الوصول لبر الأمان. الفيلم قدم فكرته بشكل كويس جدا ويقدم لك إن موازين القوة بتختلف من مكان للتاني، موازين القوة وقوانينها مش بتكون ثابتة في كل مكان. مش الشخص القوي اللي على البر هو الشخص القوي اللي على البحر، الشخص اللي معاه النفوذ في المدينة غير الشخص اللي هيبقى موجود على جزيرة مهجورة. الفيلم قدم فكرته وطبيعة سرد أحداثه بطريقة حلوة جدا وبطريقة ممتعة، لكن أنا عندي يعني معضلة بسيطة معاه، إن من 4 سنين شفت فيلم كان اسمه تريانجل اوف سادنس كان بيقدم نفس الفكرة دي بالظبط، وده خلى إن الفيلم سند هيلب بالنسبة لي يكون هو عبارة عن تكرار، ولكن للأمانة هما الاتنين واخدين طابع مختلف شوية. فتريانجل اوف سادنس كان واخد الطابع الفلسفي أكتر، أما سند هيلب فهو واخد الطابع الدموي. ده طبعا نتيجة لبصمات المخرج المخضرم سام ريمي اللي عمل لنا إخراج كان كويس جدا مع أداء تمثيلي حلو قوي سواء من ديلان أوبراين أو من ريتشل ماك آدمز اللي كانت عاملة دور حلو جدا لدرجة إن يعني ممكن أصلا لما تشوفها تعتقد إن مش هي، ما تبقاش عارف مين الممثلة دي أصلا. سند هيلب بيقدر يقدم أجواء ممتعة وده الغرض الأساسي ليه، لكن لو بتدور على شيء يكون فلسفي فتريانجل أوف سادنس هو الخيار الأمثل.